النظام الجزائري، نظام العراية، نظام ولاد الحرام، اقترف جريمة فوق التراب الإسباني لأنه لا يحترم الأعراف الدولية، فحاول اختطافه من خلال منظمة إجرامية دولية. ماذا يقولون لما يشاهدون اليوم تطفل عصابة تعمل حتى على عدم ذكر فريق كرة قدم المغرب لما يتأهل في منافسة قوية؟ عراية يعني دي فوايو، انه العريان الفوايو هذا ما يحشم، ما يخاف، ما يخادر، ما يعرف، ما عنده اصل، ما عنده فصل، ولهذا يتصرف التصرف. لانه انا ازن كلماتي لما نقول هذو مع عراية هذو دي فوايو مانيش نشتم، وانما انا اصف، اعطي الصفه التي تليق بهم، الذين يجعلون من الشعب الجزائري العدو الاول قبل المغرب. العدو الاول للنظام الجزائري هو الشعب الجزائري، لانه هذا الشعب رفض ان يعطي هذه العصابه الشرعيه التي يحلم بها والتي اصبحت عقده له. الاعلام الالي، وهذا كافي ان تنفضح هذه العصابه امام العالم بانها عصابه لا تمثل الشعب الجزائري. وقبل كل شيء، قبل أن نتكلم في الموضوع الذي أعددته، أعبر عن سعادتي بتواجدي معكم وأنا أسجل حضور العنصر النسوي بقوة. هذا يطمئننا على مصير الأمازيغية التي تجد في المرأة هي العنصر الأساسي الذي حافظ على اللغة والتراث والثقافة الأمازيغية. ويكفي أن نذكر أن الجريدة الوحيدة في إفريقيا التي تتكلم عن القضية الأمازيغية وتنشر صفحات باللغة الأمازيغية على رأسها امرأة، وهي السيدة أمينة بن شيخ. كذلك نذكر أنه لولا المرأة ما كانت القضية الأمازيغية وما كانت اللغة الأمازيغية موجودة إلى يومنا هذا، لأنه اللغة الأمازيغية لم تدرس طيلة أكثر من 15 قرن، يعني اللغة الأمازيغية وما تحمله من ثقافة وتراث عمل أعداؤها على محوها بكل قواهم. ونحمد الله أن اليوم هذه اللغة موجودة، وها نحن نتحدث اليوم على توسيع هذه الثقافة الأمازيغية والوجود الأمازيغي، ونعود إلى التاريخ، تاريخ تمزغة، لأنه الأمازيغية كما كان البعض يريد أن يحصرها في سنوات 60 وسنوات 70 في منطقة واحدة، مثلا في منطقة القبائل في الجزائر، في حين أنها تشمل كل شمال إفريقيا بدءا من سيوة في مصر إلى جزر الكناري. ولهذا اليوم لما نتكلم عن الوحدة الأمازيغية نتكلم على الوحدة الترابية. كل أمازيغي يؤمن برفاهية الشعب قبل كل شيء، لأنه ما هو داعي وجود دولة أو وجود كيان إن لم يسعى إلى رفاهية الشعب وإسعاد الشعب. أعتقد أنه لا يوجد جزائري واحد ولا مغربي ولا تونسي لا يحلم بالتنقل بين هذه الأقطار بدون جواز سفر، بدون طوابير على شبابيك الشرطة الحدودية. من هو الجزائري أو المغربي أو التونسي الذي لا يحلم بالعمل في أي بلد أراد
أن يستثمر في أي قطر أراد من أرض تامزغة. الكل يسعى إلى هذا والكل يحلم بهذا. للأسف هناك أناس يسعون إلى المساس بالوحدة الترابية الأمازيغية ويعملون جاهدين على كسر هذا الحلم الذي يراودنا. من هم هؤلاء الذين يسعون إلى كسر أحلامنا؟ للأسف هناك شرذمة من حكام تسلطوا على بلاد الجزائر التي هي من المفروض أنها القلب النابض لتمزغة. وأكد التاريخ أن الجزائر كانت القلب النابض لهذه المنطقة، وأن الرئتين التي كانت تعيش بها الثورة الجزائرية وتونس. اليوم حكام الجزائر الذين يجعلون من الشعب الجزائري العدو الأول قبل المغرب. العدو الأول للنظام الجزائري هو الشعب الجزائري، لأن هذا الشعب رفض أن يعطي هذه العصابة الشرعية التي يحلم بها والتي أصبحت عقدة له سنة 2022. وزادها اليوم طلاق رابع إن لم يكفيها الطلاق بالثلاث، هو مقاطعة الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فضحت العصابة بأنها تزور علنا وتعترف يعني بين ظفرين أنها أخطأت في 5 ملايين صوت في عهد الرقمنة والإعلام الآلي. وهذا كافي أن تنفضح هذه العصابة أمام العالم بأنها عصابة لا تمثل الشعب الجزائري بها لسياستها الفاشلة، سياسة جعلتها معزولة داخليا في الجزائر، معزولة جهويا، معزولة دوليا، تتلقى يوميا صفعات من كل جهة. وأساءت للثورة الجزائرية وللجزائر بصفة لم يكن يتصورها شهدائنا الأبرار، لم يكن يتصورها المجاهدين. فماذا يقول عبان رمضان، وماذا يقول كريم بالقاسم، وماذا يقول أحمد بن بلة، وماذا يقول محمد بوضياف الذين وجدوا في المغرب القاعدة الخلفية للثورة الجزائرية أبان حرب التحرير؟ ماذا يقولون لما يشاهدون اليوم تطفل عصابة تعمل حتى على عدم ذكر فريق كرة قدم المغرب لما يتأهل في منافسات كروية؟ ذواق للوحدة المغاربية. وهذه الوحدة المغاربية اللي تتكلموا عنها اليوم عشناها وبدينا نعيش في بوادر يعني في سنوات 70 لما كانت هناك بطولة للأندية البطلة في كرة القدم، وكان هناك كأس للأندية الفائزة بالكؤوس في كرة القدم، كانت هناك منافسات رياضية، ألعاب جامعية رياضية مغاربية تنظم سنويا. كانت التلفزة الجزائرية والتلفزة المغربية والتلفزة التونسية تبث برنامج كل يوم سبت عبر المغرب فيزيون، وتوحد البرامج. هذا الجيل تاعك ما عاشهاش، احنا عشنا هذا الشيء هذايا. كل يوم سبت نشوفوا برنامج موحد بين الجزائر وتونس والمغرب. هذا يعني سنوات 70. كانت انا شخصيا يعني عشت مع طلبة مغاربة في الجامعة الجزائرية، درسوني أستاذين مغاربة في مدرسة الصحافة في جامعة الجزائر، الأستاذ تفاصيل والأستاذ طلال، واللي من بعد عادوا يدرسوا في مدرسة الصحافة بالرباط. يعني كان هناك، كنا صغار لما نلعبوا كرة القدم، واحد يقول لك أنا باموس، الآخر يقول لك أنا فيلال، والآخر يقول لك أنا علال. يعني ننسبوا رواحنا إلى لاعبين مغاربة.
كنا وكانوا نفس الشيء بالنسبه للمغرب. لما جاء زيدان بالرغم انه يحمل الالوان الفرنسيه، لما جاء يلعب مع الفريق الفرنسي في المغرب، المدرب الفرنسي اندهش للاستقبال الذي حظي به زيدان، ليس كفرنسي وانما كجزائري الاصل، كامازيغي. اذا الوحدة الأمازيغية التي نسعى إليها، الوحدة المغاربية سموها مغاربية، سميها كما بغيت، مغاربية أمازيغية، المهم نتوحدوا كلنا. وهذه الوحدة أساسها وبدايتها هي الوحدة الترابية لكل أرض أمازيغ. أنك تجي تحب تفصل لي منطقة ما عن باقي الوحدة المغاربية، عن باقي التراب الأمازيغي، أنك عدو للشعوب قبل ما تكون عدو الأمازيغية، أنك تسعى إلى ضرب الوحدة الترابية لأي قطر كان، هو أنك عدو للشعوب. ولما النظام الجزائري يقول لك لا احنا ضد النظام المغربي ما ضد الشعوب، شكون اللي حتم على المواطن الجزائري اللي ساكن في مغنية أو ساكن في ندرومة باش يروح يزور عائلته في وجدة، يعني يقطع بضعة كيلومترات، يحتم عليه أنه يمشي إلى الجزائر العاصمة ويأخذ طائرة إلى تونس، من تونس إلى الدار البيضاء، من الدار البيضاء إلى وجدة؟ يعني شكون اللي يدير هذا؟ هذا ولد الحرام اللي يديرها، لأنه قطع صلة الرحم. لما نقول ولاد حرام لأنهم قطعوا صلة الرحم، وهذا حرام لأنهم ظالمون. والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، فكيف لهؤلاء الأشخاص يظلمون الشعوب ويظلمون مواطنين لا حول ولا قوة إلا لهم. لما نقول هذوما عرايا يعني دي فوايو، انه العريان الفوايو هذا ما يحشم، ما يخاف، ما يقادر، ما يعرف، ما عنده اصل، ما عنده فصل، ولهذا يتصرف التصرف. لانه انا ازن كلماتي لما نقول هذوما عرايا، هذو دي فوايو، مانيش نشتم، وانما انا اصف، اعطي الصفه التي تليق بهم. هكذا يكسرونا، يديروا واش بغاو. العريان واش اللي يلزم له؟ الضرب. يعني لازم تضربه، لانه لو تكلمت معاه ما يفهمش، ما يعرفش الحوار. اذا حاولت باش يعني تنصحه ما يعرفش النصيحه. اذا تقول له تدعي له بالهدايه، الله يهدي من يشاء، لا يهدي واحد لا يريد الهدايه. هذا ما يحبوش الهدايه، هذا ما يعرفوا، ما عندهم لا دين لا مله. احنا عايشين. رئيس الجلسه قال انه جيت من الجزائر. للاسف انا ما جيتش من الجزائر. انا الجزائر غادرت في سنه 97 بسبب كتاباتي، بسبب احكام جائره ضدي، 4 احكام بالسجن بسبب كتاباتي. توقيف كل جرائدي، كل جريده نديرها يوقفوها لي، نزيد ندير يوقفوا لي. في 2007 في 1997 اضطريت للهجره ولجأت للمنفى، منفى غير اختياري يعني. لما في 2011 استغليت ما يسمى بالربيع العربي وعدت الى الجزائر، واسست جريدتين، جريدتي بالعربيه ومون جورنال بالفرنسيه. النظام الجزائري ما يقدرش يعني يتحمل كتاباتي. تم توقيف الجريدتين وتمت مطاردتي ومحاكمتي. ومن 2013 يعني التاريخ اللي غادرت فيه الجزائر الى يومنا هذا انا عندي مجموع 77 سنه سجن، كلها احكام جائره 20 سنه و7 سنين و10 سنين وكذا، يعني 77 سنه و11 مذكره دوليه. واخيرا كانت في 2021 محاوله اختطاف واغتيال. واخيرا النظام الجزائري، وهذا سجلته الحكومه الاسبانيه عليهم لانه عندهم كل الادله انهم النظام الجزائري نظام العراية، نظام ولاد الحرام، اقترف جريمة فوق التراب الإسباني لأنه لا يحترم الأعراف الدولية. فحاول اختطافي من خلال منظمة إجرامية دولية. تم توقيفه لأنه كان شدني، تم توقيفه، وهو قرر لهم أنهم خطفوني باش يبعثوني للجزائر.
لأن هذه العصابة همهم أنهم يسكنون، ولكن حابين يمسكوني حي. وربي سبحانه يعني إن كان اللجوء الأخير كان الله سبحانه وتعالى لأن نقذني وزاد من قوتي وزاد أضعافهم وزاد ذلهم وزاد أهانهم على الساحة الدولية. وهذا أعتقد أنه من عند الله سبحانه. الظالم عمره ما ينجح. وهذا النظام اللي يعمل على كسر أحلام كل المغاربيين، كل أبناء هذه المنطقة التاريخية، مآله الاندثار، مآله الفشل، مآله يعني نهايته ستكون وخيمة. وشكرا على الإصرار.